سوري. مساء الخير. مساء النور. الفصعونة مو هون بالله؟ فصعونة مين؟ ميرا اختي الصغيرة، هون بيتها شي ميرا. ايه نعم، مين بالله؟ اللي لها فؤاد اخوها. بليز تفضل. شكرا. ايه وكيف غادة؟ ما قلت لك كيف غادة؟ لا ما قلت لك. منيحة ماشي حالها. ايه وشو مشان المدارس ولاد حتعرفوا تبعتوهم؟ لك لا خلص ما في مدارس، فودست عطلت المدارس، خاصة هدول المدارس الخاصة بالشام، لأنه عم ينقلوهم من برات الشام لجوات الشام. بس عم بيقولوا 3/4 مدارس سوريا مع باقي نازحين؟ لك لا ولو مو مزبوط الحكي، في مبالغة. هي ما 3/4 المحطات هيك عم بيقولوا. المغرضة عم تحضري محطات مغرضة أنت ما؟ ايه وليه ما عم تبعتوهم على المدارس لكان؟ لك أنا على أساس أخذهم معي على دبي، قلت بخلص وراء الشركة وبنقل إقامتي عليها وباخذهم على دبي. أنا ما كنت متوقع إنه يعني وراء الشغل تاخذ كل هالفترة. وهيك حتروح السنة عليهم؟ ايه ميرا، تروح السنة مش أحسن ما يروحوا هن؟ شفت اللي بيفهموا؟ لك يروحوا الأولاد. الله معك. يا سلامة قلبهم. لأن الوضع ما كثير منيح أبدا. شو بدي أقول لك ميرا، عم تتواصلي مع سامي بيك أنت؟ لا. إنه في شيء بينك وبينه يعني؟ لا ما في شيء، بس مشغولة بالجامعة وببروفات المسرحية وهيك. بدكم تعرضوا ببيروت؟ ايه أول شيء وبعدين حنعمل جولة. طب أنت فكرتي برأي أخوك سامي بيك بالموضوع؟ إنه بدك تعرضي ببيروت مثلا؟ لأنه أنت بتعرفي هو شو وجهة نظره بالفكرة كلياتها، إنك تتركي الشام وتجي تعدي ببيروت مشان تشتغلي بهذا الدومين، يعني ما كان موافق على القصة كلها. ايه شو بعمل له يصطفى؟ عشان عم تتبسم؟ لا والله ما في شيء. عن جد بربك عشان عم تضحك؟ لا ما في شيء، بس والله هيك سبحان الله، بس تحكي بتذكريني بأمك الله يرحمها، خصوصي أنت عم تحكي لبناني كأنك ياها. بس إنه معقول؟ لا معقول شو هالحكي اللي بيسمعك عم تحكي لبناني فلوينت هيك بيقول سبحان الله، الله خلقاني هون البنت ما لها 3 سنين بس بلبنان، شو هالقدرة هاي؟ مو أنا ممثلة؟ اعتبرت حالي عم بعمل دور، شو رأيك؟ قد ايه بتعطيني؟ 100% ما شاء الله، أداء خطير أختي حبيبتي فصعونة. المهم أنا جاي لعندك لأني مشتاق لك كثير، بحبك كثير، وجبت لك هالكم غرض، بس هذا ما مهم، أنا بدي أحكي معك بموضوع كثير مهم، فبدك تضلي هيك مركزة معي. أوكي؟ خير. ما بكذب عليك فؤاد، فكرت بالموضوع أكتر من مرة، بس خصوصا من بعد ما نقلت من عندينا اشياء كتير غالية، بس أنا عارفة إنه هيك موضوع مستحيل يتوافق عليه. كريم موافق ودينا تقريبا موافقة. إذا أنا وإنتي بنشد على أبوكي وبنحكي معه الفكرة بتصير واردة. أي وسامي وراجي؟ راجي لك إيه؟ راجي عايف التكنات تبعه مصدي، مثل ما قال لي كريم عنه ما معروف حتى وين عايش ولا كيف عايش. بعدين من طول عمره راجي ما بيحب المصاري مثل ما بتعرفي، ما بتعني، مشان هيك إذا كلياتنا بنوافق فهو أكيد حيوافق. وسامي؟ والله إذا سامي بيك عايش على حساب مرته ورضيان وصار لعمر عم تصرف عليه، فلا أنا ولا حدا من إخواتك بنرضى نعيش هيك عيشة. غلطان أنا شيء؟ لا منك غلطان، بس بوعدك بحكي معه، بس أكيد ما حيوافق. بده يرضى، لأنه من سابع المستحيلات إنه يرفض لك طلب. إيه بس هيك طلب حيرفضه. حبيبتي أنت الفصحونة تبع البيت، عرفتي شلون؟ هي القصة العلاقة بأنه أنت كيف تقدري تقنعي الطريقة اللي بدك تحكيها معه. إيه وكيف بدي أشوفه لبابا؟ أنا بحكي لك معه، أنا بحكي لك معه، ومنه كمان أنا بعطيه رقمي اللبناني وبطمن عليه بشوف شو أخباره. سوري بدي أستأذن منكم. ماشية؟ ايه بنمشي سوا، انا كمان ماشي. بالمناسبة انا اخذت هون فيلا حلوة كتير مع بيسين وفيو حلو كتير هيك، فانا حاحكي مع ابوكي بقول له يجي يقضي له هيك شي اسبوع عنا هون، وانتي شوفي الصبايا رفقاتك والشباب وهيك اذا بدكم شو تقعدوا عنا يعني نتسلى. عامة فيني عبوطة اشوف